لين يجمع الطوائف كلها. حبيبي هي زيارة الأربعينية حجات كلها ويا. راح يخفف من الحالات الجاي يصير من تحرش وسرقة وقتل ومشاكل وافتزاز. ترى الإنسان المنحرف يبقى منحرف، من ينزل له يبقى يتحارش ويفتز بالعالم. خلي هاي الشباب القاعدة شوية تسترجل وتصير زلم. سؤالي للمرسل، حضرتك منتظر تدخل للعسكرية حتى تصير زلمة باعتبارك من الشباب القاعدة ما دخل عسكرية؟ باختصار فائدة التجنيد ما لها علاقة بهاي الأسباب المذكورة كلها، وإنما هو حتى يصير عندك خبرة عسكرية إذا لا سمح الله صار تعرض للعراق. واحيانا التجنيد يكون واجب كفائي مثل ما صار ب 2014 بايام الفتوى، من قال المرجع الاعلى على الذين يتمكنون من حمل السلاح الانخراط مع القوات الامنيه. حمل السلاح مو تشيله وتمشي، لا تعرف تستخدمه يعني. اما موضوع العسكريه تصنع الرجال، فمو بس العسكريه، والا العماله، الاقسام الداخليه، وهواي امور تصنع منك رجل وتتحمل المسؤوليه.